ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سهام. جاني كومنت كده ازاي بغسل الاير فراير وبنضفها ازاي وكده. الاير فراير دي عندي في الغالب اديلها سنة كده تقريبا. تعالى اقول لكم بغسلها ازاي. انا كنت عامله فيها كفته مشويه، فعلشان كده مرضتش اغسلها غير لما اوريها لكم. شايفين شكلها وشايفين الدهون اللي نازله تحت. انا عندي بدرجين، مش جايبه الدرج الواحد. الدرجين بالنسبه لي اسهل وبعمل فيها صنفين مختلفين، فعشان كده بحبها بصراحه. بصوا شايفين عامله ايه. طبعا في اللي هي الورق الزبده اللي بيتحط جواها، بس انا جبته في مره لقيته بيتحرق مني، يعني ممكن يكون كان نوع مش حلو، فانا مش لاقيه حتى المقاس بتاع الدرجين. دايما الاقي المقاس بتاع الدرج الكبير بس، فقلت خلاص مش مشكله انا بغسلها عادي. هوريكم انا بعمل فيها ايه. اول حاجه باخد الدرجين زي كده املاهم ميه، هملاهم ميه وارجع لكم. ده اول درجه مليت كده نص ميه، او يعني اقل من النص بشويه زي ما انتم شايفين كده بالظبط فوق الشبكه. تمام. هملى التاني برضو كده، مليت التاني. بصوا بقى، قبل ما بدوس عليهم وقبل ما ادخلهم بحط حاجه، بحط شويه من البريل بتاع المواعين علشان الدهون تروح منها، يعني على الاقل بيحوش نسبه كبيره من الدهون، واول ما بتيجي تشطفيه وتغسليه بيكون خلاص. انا كده عملت حطيته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن كمان تحطوا خل، هديها برضو شويه خل، ممكن بس يعني معلقه كده كبيره ومعلقه هنا كبيره برضو عشان ريحه الاكل اللي في الاير فراير نفسها، في الادراج نفسها. ممكن بقى لو عندكم بيكنج صودا تحطوها، ما عندكوش خلاص. انا برضو ما عنديش، خلصت من عندي كنت بحط منها بصراحه. فكده خلاص انا هدخل الادراج مكانها. لو عندكم الدرج الكبير هتعملوا بنفس الشكل. بدوس بقى على الباور. بعد كده في هنا كلمه ريهيت، الكلمه دي بتدوسوا عليها. ريهيت يعني اللي هو بتسخين، اعاده تسخين. بدوس عليها دي على رقم 1. تمام. واشغلها. هي بتبقى ربع ساعة، ممكن تقللوها. انا بقللها خليها مثلا 10 دقايق، ممكن كمان 7 دقايق بالكتير. تمام. هجيب التانية، هدوس برضو ريهيت وهخليها برضو 7 دقايق. هتشتغل بقى وتسخن. هتسخن المية اللي جوه دي، تبدأ بقى تتفاعل معاها وتبدأ تسخن. وبعد كده هوريكم هنكمل هننضفها ازاي. هتبقى سهلة جدا 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 في التنظيف بعد كده. كده خلاص بعد ما خلصت ال7 دقايق، تعالوا كده نبص عليها. هتلاقوا كده المية بدأت تسخن، بصوا، والدهون بدأت تعمل في المية السخنة. ممكن تحطوا عليها مية سخنة اصلا مغلية وخلاص، بدل ما تعملوا ريهيت تحطوا بس شوية الصابون وتسيبوهم شوية، وبعد كده تبداوا تغسلوا. بس انا بحب اعمل الحركه دي لان هي كلها بتسخن، يعني الميه بتسخن والحديد ده نفسه بيسخن، فبتبقى سهله جدا جدا في التنظيف. تعالوا كده نعملها مع بعض على الحوض. تعالوا كده نغسلها مع بعضينا. بصوا هي سخنه كده، شايفين بقى المنظر بقى عامل ازاي. يعني ممكن تكبوا على طول. اصلا الدهون اللي في الدرج هتلاقوها خلاص بدأت ان هي تتشال. الحاجات دي كلها هتطلع، بصوا كده، يعني مش محتاجة اصلا دعك خالص. بس بقى لو هي لازقة معاكو، شوفوا كله بيتحاش اهو بسهولة خالص. لو هي لازقة معاكو انا بكون مجهزة ده اوسم، ده بحب استخدمه قوي. يعني احنا جبناه مع بعض من اخر جولة رحناها، وده برضو بحب استخدمه. ده الهيفي ديوتي بحبه قوي. لو حابين تستخدموه تمام. هي خلاص سالكة معاكم مش محتاجة حاجة، يبقى تمام. انا عندي بقى الاسفنجة دي حاجة اسمها اسفنجة كربونية. جايباها، كنت جايباها من شي ان. ممكن لو حابين انزل لكم اللينك. دي بخليها بقى للحاجات اللي زي كده، الستانلستين، اي حاجة ألمونيوم، ظهر، طاسة، حاجات زي كده. هنا برضو على السريع بتخلص. ميه بقى سخنه من الحنفيه، وهتلاقوها خلاص يعني ما فيهاش اصلا للدعك. بصوا كده معايا.
هي الميه حتى لسه ما سخنتش بتاعه الحنفيه، بس انا بوريكم ان هي بايديا كده بتتشال، يعني مش محتاجه اصلا دعك ولا اي حاجه خالص. يعني الفكره اللي انا بعملها دي دايما بتشيل تقريبا 80% من الدهون، وبتنضف تقريبا 80% من الحاجه، من الدنيا كلها. ان انا بعد كده مش بدعك. بصوا يعني انا دول كده اهم بميه كده هتلاقيهم اتشالوا وخلص الموضوع على كده. فسهله جدا. هغسلها عشان صوت الميه، بس على السريع كده هنضفها لكم وهوريكم النتيجه. بصوا لو هي محتاجة مثلا في حاجات لازقة زي كده مثلا او حاجات زي كده، ممكن بقى بالسلك الالومنيوم اللي هي زي دي علشان بقى تشيلوا اي حاجة، بحيث ما تخلوش فيها حاجة. لان الحاجة دي الدهون لما بتتراكم سواء على جريل او اير فراير او فرن او حاجات زي كده، لو الدهون دي اتراكمت بالشكل ده هتلاقوها بقت عاملة طبقة كبيرة ومش هتقدروا تنضفوها فيما بعد. فاول باول لما تعملوا الحركات دي وبعدين بالسلكه تبداوا تعملوها كده، هترجع معاكم جديده زي الاول. يعني انا بقول لكم دي تقريبا اديلها سنه عندي، وشايفين شكلها عامل ازاي. والدرج لما هغسله هتشوفوا شكله عامل ازاي، ولا في اي دهون مترسبه ولا اي حاجه متراكمه خالص. لان انا بعمل دايما الحركه دي وما بسيبهوش اصلا يعني دهون فوق دهون، لا بنضفه كل شويه. فانا كده بالسلكه هبدا ان انا احوش اي حاجه اللي هي الجوانب اللي زي كده. بصوا لو عايزين تسهلوا على نفسكم ممكن تجيبوا قوطم تحطوه، بس انا شايفاها مش مستاهله معايا. انا بستخدمه مثلا في الفرن، بستخدمه في البوتاجاز نفسه، لكن هنا بصراحه مش شايفاه. بصوا يعني كده تمام. انا كده خلصت دي، هنحطها على جنب. وبعد كده هغسلها تاني بصابون بقى، لان هي فيها شايفين في نسبة دهون بسيطة. لما تلاقوا كده المية مندية عليها وماسكة فيها، بحس ان هي فيها لسه دهون. تمام، فهخليها على جنب وهوريكم دي هنعمل فيها ايه. بصوا دي برضو شايفين شكلها برضو كده، وشوية صابون سائل وخلاص. اهي هوريها لكم عشان تشوفوها. بصوا شايفين كأنكم كده بتشيلوا بس كده الطبقة بس. يعني هي حتى مش محتاجة ان الواحد يعمل لها يعني يدعك فيها جامد ولا اي حاجة خالص. بصوا اهي كده خلاص. يعني انا ما دعكتش، انا حتى الفيديو مش مسرعاه عشان تشوفوه. يعني انا الفيديو ده مش هعمله مونتاج، هخليه لكم زي ما هو عشان تشوفوا السرعه بتاعه الفيديو عامله ازاي. عشان كده سجلته لكم بصوتي علشان تشوفوا بالظبط احنا بنعمل ايه. بصوا ولا دعكنا ولا عملنا حاجه، حتى اللوفه نفسها السلكه كده يعني مفيش اوسط من كده. كده خلصت اهي.
زي ما قلتلكوا لو فيها اي حاجة تانية بالسلكة زي دي، وانا اصلا تلقائي بعمل بالسلكة بعد كل ده عشان لو في اي حاجة كده لازقة تتشال. يعني انا مش شايفة ان فيها حاجة، انتوا شايفين انا مش شايفة ان فيها حاجة، بس برضو ببساطة خالص عشان ما تتجرحش. بس هي مش هتتجرح، انا بعمل بيها دي لها سنة بصراحة ما حصلهاش حاجة. يعني هي حاساها مش تيفال اصلا، يعني مش التيفال اللي بيتجرح كده. خلاص تعالوا برضو من بره عشان لو في اي دهون او اي حاجة تتشال برضو. كده تمام. نحط لها بقى شوية من البريل ونشطفها كده شطفة بالبريل العادي، بالاسبانيش العادية دي خالص. كده تمام. شايفين يعني انا عايزه اقول لكم ان انا جبت جريل هوريها لكم في اخر الفيديو. جبتها للشقه بحيث ان انا اعمل في الشقه يعني. جريل حلوه قوي بالانبوبه بتاعتها، هي انبوبه صغنونه كده. هوريكم برضو لما اعمل عليها، انا عملت عليها وغسلت بصراحه، غسلتها بس مره تانية هوريكم بغسلها ازاي علشان لو عندكم واحده يعني ما تحتاروش فيها. كده خلاص خلصناها. بصوا شايفين اللمعة بتاعتها. هغسل التانية بقى بعد كده اوريها لكم الفاينل بتاعها عامل ازاي. كده انا خلصت تاني واحدة. طبعا انا الحوض عندي دايما نضيف وبيلمع زي ما انتم شايفين كده، لان انا دايما على طول اوسم ده عندي في البيت بستخدمه للحوض دايما. يعني بعد كل غسيل مواعين بديله كده رشة وبسلكة الألمونيا. خلاص خلص كده نضف وما بقاش فيه اي حاجة. يعني علشان بعتني بيه دايما بالرغم ان هي شقة اصلا. يعني انتوا عارفين الشقة انتوا بتاخدوا الحاجة الشقة هما بينضفوها لكم بيدوها لكم، بس بتبقى حاجات برضو هي بتبقى نظيفة وكل حاجة، بس مش زي البيت بقى بتجيبي حاجتك بقى نظيفة جديدة وكده يعني. لكن انا عندي دايما كل حاجة نظيفة وكل حاجة بتلمع، لان انا مش بسيب الحاجة ان هي تتوسخ اصلا. يعني الميكرويف مثلا كل 3-4 ايام اغسله. عندي اللي هي الانجلي جيرل ديت اللي بحطها فيها، بحط لها خل وميه وتبدا بقى هي ترش وانضفها. فانا حتى اي حاجه حيطان اي حاجه لازم كل حاجه عندي بالنسبه لي تكون نظيفه. فانا ما بسيبش الحاجه ان هي تتوسخ، يعني حاجه جامده يعني. علشان كده دايما الحاجه عندي يعني الحمد لله بتكون نظيفه زي ما انتم شايفين كده. شايفين شكله عامل ازاي؟ يعني حاجة كده من الاخر طبعا بعد ما بخلص بجيب برضو بكرة المناديل بتاعة المطبخ امسح كل المية دي. برضو ما بحبش حاجة يكون عليها مية كتير زي بالشكل ده، لازم الحاجة تكون ايه بيرفكت بالنسبة لي في ثانية خلصناه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. مفيش اي حاجة خالص ولا كأن اي حاجة حصلت.
تعالوا اوريكم بقى واحنا بنحطها في الاير فراير نضيفه ازاي وجميله ازاي. شايفين شكل الحوض قسم ده حلو قوي قوي للموضوع الاحواض زي ما انتم شايفين كده. كده خلاص خلصناها، هندخلها بقى مكانها. زي ما قلت لكم سهله جدا جدا وبسيطه جدا، يعني كل حاجه كده على السريع بتخلص، وطول ما انتوا ايديكوا فيها طول ما هي بتكون نظيفه على طول، يعني ما فيهاش اي حاجه. بصراحه عايزه اقول لكم كمان الاير فراير دي انا بعمل فيها كل حاجه، بعمل فيها تشيكن ناجتس، تشيكن تندر، بعمل فيها فراخ مشويه، بطاطا، ذره مشوي، ايه تاني، حاجات كتير قوي قوي بعملها فيها. وبصراحه بينجز بسرعه قوي، ان انا بحط شويه هنا وشويه الناحيه التانية، او مثلا صنفين في وقت واحد. بصراحه بتنجز معايا قوي. ممكن كمان احط الاكل وانزل على الشغل، يعني ربع، او مثلا لما اجي من الشغل عقبال ما اغير هدومي احط الاكل عليها ربع ساعه بالكتير ويكون خلص. لو مثلا كفته على السريع 13 دقيقه او 11 دقيقه، تشيكن تندر، او كمان بانيه بحطه، فيليه برضو سمك بحطه ياخد بالظبط 11 دقيقة وخلص الموضوع على كده. بطاطس، فرايز، حاجات زي كده كلها سريعة قوي عليه. تعالوا كده اوريكم الجريل اللي انا جبتها. بصوا دي الجريل اللي انا بقول لكم عليها اللي انا جبتها، كان نازل عليها عرض في هوم ديبو. هي الانبوبة دي بتاعتها كان نازل عليها عرض في هوم ديبو. بصوا شايفين التراب بدأ يتراكم عليها، فانا هجيب لها زي كفر كده، بحيث ان هي على اساس ان هي في البلكونه وكده، فاكيد يعني لازم تبوظ، يعني لازم تتطرد. اهي حجمها حلو، كان نزل عليها عرض، كانت من 115 دولار نزلت ل 99 دولار. حلوه جدا جدا وحجمها حلو. لما اعمل عليها مره تانية وتتوسخ هوريكم ازاي بغسلها. غسلتها بصراحه ما خدتش وقت معايا خالص، وغسلتها بكل سهوله. كده خلاص وريتكم الجريل ووريتكم الاير فراير. اي حاجه تحتاجوها قولوا لي عليها، قولوا لي محتاجين ايه تاني، مثلا انا بنضف ايه ازاي والكلام ده كله. اي حاجه محتاجينها قولوا لي عليها، واكيد هعمل لكم ليها فيديو كده بسيط بحيث اوريكم كل الدنيا. يلا ربنا يكون معاكم ويوفقكم. باي باي.